السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل الكنافة، نص كيلو من الكنافة هنعمل منها 4 انواع، لكل واحد بقى بيحب حاجة معينة. وهنعمل كمان الشربات المظبوط بتاع الكنافة، وهنعمل كمان الكريمة لحشوة الكنافة. تمام. اول حاجة معايا كوبايتين من السكر، وسكر التموين عادي جدا. حطيت عليهم نفس الكوباية مرة واحدة مية، وحطيت كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وده أساسي علشان خاطر ما يسكرش، يعني بيمنع حدة التسكيرة بتاعة الشربات، وكمان ما بيخليش فيه سكر كده حبيبات على وش العسل من فوق. تمام. وحطيت كمان شريحتين ليمون، وسبتهم على البوتاجاز. اول ما يبتدي ان هو يغلي هتسيبيهم 7 دقايق بالظبط وتطفي عليه، هيطلع معاكي بالجمال ده. اول ما يبرد، هو لسه سخن، اول ما يبرد هيديكي بقى القوام المظبوط اللي انت تحطيه على الكنافة. طبعًا ده يعني عملت منه ال4 صواني وفاضي يعني. أنا هابتدي إن أنا أحطه في برطمان وهاشيله في التلاجة عادي. ومعايا كمان نُص كيلو من اللبن الحليب، هاحط عليه معلقتين كبار من السكر علشان نعمل الكريمة، وهاحط كمان 3 معالق كبار من النشا. هاروح على البوتاجاز وهابتدي إن أنا أقلب اللبن بتاعي بالنشا والسكر على البوتاجاز كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هاشغّل عليه النار وهافضل أقلّب فيه، مش هاسيبه علشان خاطر ما يتحرقش لحد أمّا يدّيني القوام المضبوط اللي أنا هاورّيه لكم دلوقتي. أول ما تاخدي شوية كده على المعلقة وتعمليه مثلًا خَط بصباعِك هيبتدي إن هو يثبت، مش هيسيح معاكِ. ده تعرفي إن القوام كده مضبوط، وتطفي عليها البوتاجاز. هتطفي البوتاجاز وتحطي كده معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كمان من الشوكولاتة البيضا، ولو حابة تحطي قشطة ما فيش أي مشكلة. هي ما كانتش عندي قشطة حطيت، اكتفيت بالشوكولاتة البيضا بتخلّي طعمها تحفة، بس لو كان عندي قشطة كنت حطيت، ولكن أنا عندي الأساسي الشوكولاتة البيضا، بيدّيها تماسك حلو وكريمي كده، وبيكون طعمها جميل جدًا. وكمان حطيت معلقة من الزبدة، أي نوع بقى زبدة أنتِ بتفضّليها وبتستعمليها. هابتدي إن أنا أقلّبها بس كده علشان يدوب من الحرارة، وهاشيلها وأفضّيها في طبق علشان خاطر إن هي تبرد. تمام، عشان عايزة أستعملها على طول. طبعًا فرع النور كل شوية يُقع. بعد كده أحُط عليها كيس بلاستيك علشان خاطر هي ما يعني الوش بتاعها ما ينشفش، ما يعملش زي قشرة كده. هاحميها كده بالكيس، وهابتدي إن أنا أحطها على جنب، طبعًا كيس نضيف بتاع تلاجة. هاحطها على جنب وهابتدي إن أنا أجيب الكنافة بتاعتي من الفريزر. وطبعًا هي يعني الكنافة لمّا بتكون في الفريزر بتريحني كتير، باجيب كمية كده واسيبها في الفريزر، وقت ما أحب أستخدمها باستخدمها. الأول كنت باجيب الكنافة وزي ما هي كده يعني خيوط طويلة باحطها في الصينية وادخلها الفرن أو على البوتاجاز من فوق. لأ، لقيت إن أنا لما فرفتها بتكون أحسن. المفروض بقى إن أنا أحط معلقتين سكر في الأول، بس نسيت سكر بودر، بس هارجع أحطهم بعد السمنة. طبعًا هابتدي إن أنا أبِث الكنافة بالسمنة كويس جدًا، كوباية إلا ربع سمنة اللي أنتم شفتوها ديّة، اللي هو المَج بتاع الشاي. وحطيت أهو معلقتين سكر بودر، ده بيخلّي اللون بتاعه بيطلع كده من الفرن بيكون دهبي، بياخد كده لون دهبي، وبيكون الكنافة أو صينية الكنافة بيكون شكلها جميل. هابتدي إن أنا بقى إيه، أجيب صينية من الصواني اللي أنا كنت جايباها في فيديو المشتريات، لو حابين ترجعوا للفيديو. ده كده فيديو المشتريات كان قبل ده على طول، 4 صواني اللي أنا كنت جايباهم مع بعض بالمقاس ده. ده كده كان أصغر حاجة، ودي كنت عاملاها سادة خالص ما فيش فيها أي حاجة. هابتدي إن أنا أحط كمية مناسبة في الصينية وأضغطها كويس جدًا. طبعًا أنا بدأت إن أنا حطيت شوية وجيت أضغطها، حسيت إن هي رفيّعة، فبدأت إن أنا أحط عليها كمان طبقة تانية، وأضغطها برضه تاني علشان خاطر تكون متماسكة. لمّا آجي أقلبها أو آجي أقطّع تطلع الخرطة كده بخرطتها ما تكونش سايبة من بعض، هتاخد لون دهبي كده من برّه وقرمشة من برّه، لكن من جوّه هي طرية وجميلة جدًا. طبعًا أنا في الوقت ده بدأت إن أنا أضغط كده بطبق معايا، وأدوس بكل قوتي على الطبق بحيث إن هي تندمج مع بعض. حسيت إن هي محتاجة تاني، فرُحت حاطة لها شوية كمان من الكنافة، بحيث إن هي يكون سمكها حلو، وهارجع إن أنا أضغطها تاني برضه، علشان خاطر اللي أنا حطيته دلوقتي لازم برضه أضغطه، علشان يكون متماسك مع اللي قبله.
طبعًا أول مرّة أصلًا أستعمل الصواني دي، وبصراحة كنت دايخة عليها جنبي هنا مش لاقياها، فبدأت إن أنا نزلت العتبة وجبتها منها، وبصراحة جميلة جدًا وريحتني، لإن أنا عندي كل واحد بيحب flavor معين، حد بيحب محشي قشطة، وحد بيحب محشي مكسرات، حد بيحبها سادة. عملت الtopping من فوق فريحتني، دي كده كنت باعملها بالمكسرات، حطيت طبقة بسيطة، ودول شوية مكسرات كانوا باقيين معايا من القطايف اللي أنا قطايف يعني كنت حاشياها من يومين، وكنت حاطة عليهم الشربات بتاعهم، فقُلت هاستعملهم بقى في الكنافة، كان فول سوداني جوزة الهند وكمان واحدتين كده من عين الجمل، تقدري تستغني عنه. أي مكسرات أنتِ بتحبيها، ممكن لو في زبيب كمان يبقى حاجة كده إيه، بصراحة تحفة، بس أنا عندي ما بيحبوش الزبيب، فأنا ما حطيتهوش. هابتدي بقى إن أنا أحط كمان طبقة خفيفة من الكنافة على المكسرات من فوق، وهابتدي برضه إن أنا أضغطها كويس جدًا. طبعًا الطبقة اللي من تحت ضغطتها، ودي برضه ضغطتها. دي بقى هاعملها سادة خالص برضه، وهاحط عليها المقاس ده كده كان قبل الكبير على طول، هاحط عليها من فوق الtopping. ده بقى كده المقاس الكبير أكبر صينية دي هاعملها بالقشطة، حطيت برضه طبقة رفيّعة من فوق ضغطتها كويس جدًا، وبدأت بقى إن أنا أجيب القشطة بتاعتي اللي أنا كنت عاملاها في الأول خالص وبردت معايا أو بقت دافية، هابتدي بُصّوا كريمية إزاي، جميلة جدًا، اعملوها بنفس المقادير ونفس الطريقة، وأول ما تلاقوا العلامة على المعلقة ثبتت، اعرفوا إن ده القوام بتاعها المضبوط، هابتدي إن أنا آخد شوية وأوزّعهم في نُص الصينية، بس هاحاول إن أنا ما أجيبش على الأطراف علشان خاطر الكريمة ما تتحرقش. هاوزّعهم كده على الصينية بتاعتي، بصراحة اللي بالكريمة دي تحفة جدًا، وبعد ما تبرد هتلاقوا الكريمة فيها متماسكة، إن شاء الله هاوريكم كل حاجة، بس تابعوا معايا لحد نهاية الفيديو. بُصّوا كل ما ألاقي كده كريمة يعني باينة أحط عليها كنافة علشان خاطر أنا مش عايزة الكريمة تبان معايا نهائي، عايزة أغطيها كويس من ال بالكريمة بالكنافة علشان الكريمة ما تتحرقش. طبعًا الطبقة اللي من فوق دي أنا مش هاضغط عليها جامد، بُصّوا أنا خلّصت الكنافة كلّها كده كفّة ال4 صواني اللي هو نُص كيلو تمام، مش هاضغط الصينية الكنافة جامد من فوق، هاضغط ضغطة بسيطة عليها علشان خاطر دي كريمة مش هينفع إن أنا أضغط عليها جامد، الأطراف هابتدي إن أنا أدوس عليها أضغط عليها كويس في الأطراف بس الصينية علشان خاطر تتماسك مع الطرف بتاع الكنافة اللي من تحت. طبعًا أنا مشغّلة الفرن يسخن علشان خاطر هاحط ال4 صواني مع بعض، تقدري تعملي الصواني دي على البوتاجاز من فوق تفضلي تلفّي فيها، بس بصراحة كنت خلاص داخلة على الفطار، فعايزة أحطهم في الفرن عشان أكمّل باقة الأكل بتاعي. آآ ال4 صواني أهم زي ما قُلت لكم، السادة واللي هاحط عليها flavor من فوق اللي محشية مكسرات واللي محشية قشطة، طبعًا وفي قشطة باقية معايا دي هاحطها في كيس وأدخّلها الفريزر أو في علبة وأدخّلها الفريزر، وقت ما أحب أستعملها هاطلّعها تفُك وهاستعملها عادي. بس الفريزر عشان خاطر ما تفسدش منِّك، لو أنتِ هتستعمليها على طول يوم أو يومين بالكتير، ابدئي حطيها في التلاجة عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة وتكوني حاكماها بغطا كويس. دخّلتها الفرن على درجة حرارة 200 أعلى حاجة عندي، أول ما تاخد لون من الجنب باروح مشغّلة الشواية من فوق علشان خاطر تاخد لون حلو من فوق. هابتدي إن أنا أقلب كل الصواني دي على الناحية اللي من تحت. طبعًا أنا قلبت كل صينية على الناحية التانية، وهابدأ بقى إن أنا أحط الشربات علشان بيكون واخدة لون حلو أوي، فبيكون شكلها جميل جدًا. هابتدي بقى إن أنا أحط الشربات وزي ما أنتم شايفين كده الشربات نازل تقِل، وكمان هافرده بالscraper اللي معايا دوّة، أو بمعلقة أو أي حاجة يعني عندِك ما فيش أي مشكلة. الشربات مضبوط جدًا، هو ده الشربات بتاع الكنافة، بيكون بالسُمك ده. بس وزّعت بقى كده كلّه عليه، طبعًا سايباها سادة طبعًا دي سادة خالص هاسيبها زي ما هي، وفي كمان اللي محشية قشطة برضه هاسيبها زي ما هي، واللي محشية مكسرات هاسيبها زي ما هي، ولكن اللي محشية ولكن السادة خالص اللي أنا هاحط عليها topping دي بس اللي هاحط عليها كريمة من فوق، وهابتدي إن أنا أحط بقى الtopping بتاعي. بُصّوا كده دي أشكال الصواني معايا، وده كده كان لون الكنافة طالع تحفة جدًا. بصراحة واخد لون جميل،
مقرمشة من برّه وكريسبي كده من برّه وطرية كده من جوّه، فبصراحة كانت تحفة. ألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكلها. بس كده. هاحط الكريمة، هي ما ضبطتش معايا أوي، بس أنا كان قصدي إن أنا أعمل مثلثين كريمة عشان أحط عليهم مانجا، ولكن كان وقت الفطار وكده، فالدنيا ما ضبطتش أوي معايا. يعني طلع شكله مش ألطف حاجة، بس عادي ما فيش أي مشكلة، المهم الطعم كان بصراحة جميل. حطيت بقى المانجا والنوتيلا، حطيت عليها بندق، واللوتس حطيت عليه ما كانش عندي بسكوت لوتس، رُحت حاطة عين جمل بيمشي معاه. ودي كده كانت الكنافة بالكريمة، بُصّوا متماسكة فيها بصراحة وجميلة جدًا، والكنافة محشية مكسرات برضه. ودي كده كانت السادة خالص، كل واحد بقى بيحب حاجة خدها. آآ طبعًا لو استفدتوا من الفيديو بأي معلومة ممكن تحطوا لي لايك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.